ازاي تشتري الالماس كأنك خبير؟ في شوية حاجات لازم تاخد بالك منها وانت بتشتري الالماس. انا بفضل دايما تشتري حجارة بشهادة معتمدة سواء من HRD او GIA، والشهادة دي بيكون فيها خصائص لازم تركز فيها كويس وانت بتشتري، والخصائص دي احنا بنسميها الفور سيز لانهم 4 حاجات بيبتدوا بحرف السي، وهما الكارت، الكالر، الكلاريتي، والكات. نبتدي بأول حاجة وهي الكارت، وده وزن الحجر، وهنا انت براحتك تشتري المقاس المناسب ليك، وهتلاقيها في الشهادة موجودة تاني سطر من فوق. تاني حاجة معانا في الشهادة او في الفور سيز هي الكالر، والكالر ده هو لون الحجارة، واعلى كالر جريد موجود هو الدي. ما تشتريش اقل من كالر اتش لان اقل من كده بيبقى الحجر اصفر وباين جدا. نخش على تالت حاجة وهي الكلاريتي. الكلاريتي اعلى حاجة فيها VVS1، بعد كده VVS2، ثم VS1 وVS2، ودي اقل حاجة تقدر تشتريها الVS2 لان كلاريتي الاقل من الVS2 بتبقى صعب جدا في اعادة البيع لان الحجر بيبقى باين عليه ان في مشاكل. نخش على اخر حاجة واهم حاجة بالنسبة لي وهي الكات. بيبقى واخد جريدنج ما بين 3 اكسلنت، 2 فيري جود، 1 اكسلنت، لغايه لما ينزل ل3 فيري جود، ودي اقل حاجه انا دايما بنصح بيها. في طبعا كات جريدنج اقل من كده واخد 3 جود وواخد فير كمان، بس ده انا ما بنصحش بيه ولا حتى بنجيبه في المحلات بتاعتنا. طب الكات لما بيبقى واخد 3 اكسلنت بيبقى اغلى بكتير من اللي واخد 3 فيري جود، لان الكات ده بمنتهى البساطه هو انعكاس اللايت جوه الحجر بتاعك. فالحجر لما بيبقى واخد 3 اكسلنت الانعكاس اللايت جواه بيبقى جميل جدا وبيدي لمعان جميل جدا، وبرضه لما بتيجي تعملي له اعاده بيع بعد كده بيبقى سعره فيه لان انت جايبه الاعلى حاجه موجوده في الكات. وبس كده. لو عايزين تعرفوا اي معلومات تانية عن الدايموندز اكتبوا لنا في الكومنتس. كان معاكم دكتور ياسر الطويل وده الجواهرجي. سلام.